السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في الحلقه الرابعه من الحلقات الرمضانيه. كيغادي بعدا مع رمضان كلشي بخير، الامور مزيانه، الله يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات ان شاء الله. اليوم غنهضروا على القصور، الزوايا. الا كتلاحظوا انه في المنطقه ديال تافيلات بزاف القصور عندنا كنسميوهم قصر زاويه فلان او لا زاويه فلان، بحال مثلا زاويه ملي خاف او قصر زاويه ملي خاف، زاويه وغلان او كغلان، زاويه وغلان الله اعلم، ما اسمحوا لي الدراري الا اخطات في التسميه صحوا لي في التعليقات. زاويه سيدي علي. المهم بزاف ديال القصور اللي كيتسماو بالتسميه ديال الزوايا. فاش كنرجعوا للاصل ديال هاد القصور كنلقاو بان فيهم واحد الزاويه. الزاويه هي واحد المدرسه نشر فيها التعاليم الدينيه، تحفيظ الاورده، الاذكار الصوفيه، تاطير المجاهدين، كتلعب دور ايضا في حل الازمات السياسيه والاجتماعيه، كتلعب ايضا دور في حل نزاعات ما بين القبائل، نزاعات ما بين القصور. اذا فالزاويه عندها مجموعه من الوظائف، هادشي غير واحد النبذه من الوظائف ديالها اللي ذكرت لكم الان. الا رجعتوا للاصول ديال هاد القصور اللي كنقول لهم قصر زاويه كذا ولا زاويه كذا في المنطقه، كتلقى داك القصر فيه الزاويه. بحال مثلا نعطيو غير مثال باش اللي بغى يمشي يشوف ولا بغى يعرف شنو كاين. بحال مثلا قصر تابوكارت اللي عندنا في المنطقه ديال السفالات، فإلا مشيتي ليه دخلت للقصر دابا غتلقى فيها واحد الزاويه، تدخل لداخل تلقى زاويه فيها مجموعه من المرافق مازال لحد الان خدامه، والناس راه ديال الجود والكرم اللي بغى يدير لهم شي زياره ويشوف الزوايا ديال المنطقه ديال تافيلات الحيه لحد الان. اجي نشوفوا كيفاش البلان ديال الزاويه قصر هكا اللي بغينا ديال النقطه اللي تقريبا بغينا نوصلوا ليها. فحسب هذا الكتاب اللي راني خدام به كمصدر الفيديوهات ديالي في هذا رمضان ان شاء الله، عطانا جوج ديال الطرق ولا جوج ديال الحلول، ولا عطانا جوج ديال النظريات اللي كتكون فيها منها ما كتكون عندنا الزاويه اللي كتولي عندنا القصر. هذه الحاله اللي بغينا نهضروا حنا عليها. قال لك مثلا كتكون عندنا في الاول خلوه، هذيك الخلوه فيها مثلا واحد الانسان كيمشي كيتعبد فيها الله سبحانه وتعالى، كيدير واحد الدويره ولا كيدير واحد البلاصه وكيمشي يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى، كيكون ذو علم ذو معرفه، كيجيوه الناس، كيجيوه الطلبه كيبداو ياخذوا منه العلم. من بعد شويه شويه كيبداو يكثروا الناس، سواء كيديروا حتى ديك الخلوه ديور ديالهم، كيجيو كل واحد كيدير الدار ديالو حتى ديك الخلوه، او لا كيديروا الجناب ديالها، جناب ديك الخلوه كيديروا واحد الديور، وحتى الابناء ديالو والاحفاد ديالو كيبداو تيديروا الديور ديالهم، وهكا بشوي بشوي كنوليو عندنا قصر متكامل الاركان والانطلاق ديالو من هذيك الخلوه او لا هذيك الزاويه اللي كانت في الاول. او لا كاينه حاله اخرى قال لنا ما يسمى بالرباط، والناس اللي كيكونوا تما كيتسماو المرابطين. وهنا قال لك انه كاين تيشد واحد الموقع وتيجلسوا فيه وكيبداو يعطيو الماكله للفقراء والجوعى ونشر الدين ايضا، ومن بعد الناس كيبداو يشوفوا داك الشيء فيه نشر الدين، فيه الماكله للفقراء والمساكين، كيجيو شي كيجي يعاونهم، شي كيجي يتعلم، كل شي واحد اش كيجي يدير. ومن بعد كيبداو يتبناو ديور حتى ديك البلاصه فاش كاين الرباط. كنصدقوا عاوتاني في نفس القضيه ديال انه كيتكون عندنا قصر متكامل الاركان. فاش كيموت هذاك السيد اللي اسس هذيك الخلوه او اللي اسس او اللي جلس ديال الرباط، كيديروا ليه واحد الضريح، سواء كيدفنوه وسط ديك الخلوه او ديك الزاويه اللي كان اسسها هو، او لا كيتدفن على مسافه بعيده شويه على حسب. المهم بحال مثلا عندنا في المنطقه ديال السفالات قصر اولا زاويه سيدي علي، باش مدفون السيد راه بعيده على القصر، ماشي قريبه عليه، راه مسافه ما بين القصر وهذيك البلاصه فاش كاين السيد مدفون رحمه الله عليهم اجمعين. اذا هنا كنكتشفوا بان القصر كيتكون لنا اولا كتكون النواه ديالو يا اما خلوه او لا موقع ديال الرباط او لا مكان ديال الرباط، ومن بعد كيتكون لنا قصر. وقلنا بانه كيتدفن داك السيد، كيكملوا الاحفاد ديالو من بعد المسيره ديال داكشي اللي كان تيدير هو، كيتسمى القصر نسبه اليه في غالب الاحيان، ماشي دائما هذه النقطه. اذا فاش رجعنا عاوتاني مره اخرى للتاريخ كنكتشفوا بان كاع القصور اللي فيهم زاويات فيهم مكتبات، اولا كانوا فيهم مكتبات اللي فيها علم اللي ينفع الامه، ولكن للاسف غالبيه هذه المكتبات لم يتبقى منها شيء. نعاود نرجعوا نيت مره اخرى لزاويه تابوكارت، مازال فيها شي حاجه، اللي بغى يدير اطلاله تماك راه الناس كيرحبوا بالجميع وهادشي اللي كاين. المهم شاركوا معنا الاراء ديالكم في التعليقات ان شاء الله. الله في راسكم، الله يعاونكم.